هل الحمار يعض البشر؟ الحمار الطبيعي لا يعض البشر، وإذا فعلها يعني هناك خلل ما. حتى الكلاب لم تعد تعض البشر، أصبحت أليفة. ناشطون يمنيون تداولوا صورا قالوا إنها لأطفال عضهم حمار، أحدهم هذا الطفل عمره 8 سنوات يرقد في المستشفى، الذين يقولون أيضا إنه رقد في المستشفى من عضة الحمار. هذه طفلة أخرى عمرها 4 سنوات تقريبا، تداولوا عنها أن الحمار عضها في الوجه وفي الضلع الأيسر. آخرون تداولوا مقطع فيديو قالوا إنه لوالد الطفل الذي كان في المستشفى، واستمعوا لما قال. الكدافة في البرميل والحمار عضه باليد، قرح له يعني العظام حقه حق يده كامل، والدكاتره موجودين وعارفين كل حاجه، والان يعني صلحوا لها قش. اليوم الدكتور محمد محسن قشطها ودقنا لها ابره يعني حق السمم، والان ابني الله اعلم كيف يكون يده، هل تصبر او تروح. يعني الحمار ده حمار متوحد يعني يقضي على جميع الاطفال. الأهالي صحبوا الحمار إلى قسم الشرطة في مدينة التواهي بعدن، ربطوه في الساحة. أحد الأشخاص أراد إطلاق النار عليه وكان مقيدا لكنه لم يستطع، يبدو أنه تراجع، فيأتي جندي آخر يرتدي العسكري يطلق النار على الحمار يرديه صريعا في الأرض. موقع عدن الغد نقل عن مصدر بالشرطة قوله: الشرطة أعدمت الحمار خوفا من أن يكون مسعورا ويصيب أطفالا آخرين، ونقل جثة الحمار لاحقا إلى مكان بعيد حيث تم رميها هناك. كيف علق اليمنيون على إعدام الحمار بهذه الطريقة وعن الأسباب التي صاحبت هذا؟ وسيم سعد يقول لك: وسيم سعد، شرطة التواهي تعدم حمار دون شفقة، يا ناس خلوا ربنا يرحم، ايش هذه الأعمال الإجرامية؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. شداد الطويري يقول لك: إذا إطلاق النار على الحمار انتهاك بحق الثروة الحيوانية وتعري عن القيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. عادل المدوري قال: الحمار عض طفلة في التواهي حي الشولة وهي بحالة خطرة في المستشفى. ناشد جميع المواطنين بمنع انتشار هذه الظاهرة، بتواجد الحمير في كل ربوع محافظة عدن، فعدن ليست قرية، عدن مدينة الحضارة والتاريخ، عدن نسمة بأهلها الطيبين، فعدن لا تستحق أن يسكنها الحمير ويستهدفون أطفالها. عبد العزيز قال لك: عبد العزيز: هؤلاء بإمكانهم قتل إنسان بدم بارد بنفس الطريقة، من لا يتورع عن قتل حيوان غير مؤذن لا يتورع عن إزهاق نفس بشرية. خالد حيدان قال لك: الموضوع صعب تصوره، ولأول مرة تحدث مثل هذه الواقعة. أقصد الإعدام. أتصور أن هناك خطوات أخرى كان يمكن القيام بها غير التخلص اللا إنساني، وأيضا تصوير الحدث. أشيد بالجندي الأول الذي أبت إنسانيته القيام بقتل بهيمة لا حول لها ولا قوة. هناك تقارير إعلامية يمنية تشير إلى انتعاش تجارة الحمير في عدن في الفترة الأخيرة نتيجة تردي الخدمات وغلاء أسعار المشتقات النفطية وارتفاع أجور النقل والمواصلات.